ما تزعليش لو لقيتي حد حواليكي كده بيستخدم طريقة معينة عشان ياخد حقه، والطريقة دي انت ما تقدريش عليها، ما تقدريش تستخدميها، فتقولي لنفسك ايه، ما انا زعلانة ان انا مش شبههم. لو انا بتكلم زيهم او بتعامل زيهم كان زماني خدتي حقي شبههم. ربنا سبحانه وتعالى بيخلق نوع كده من الناس بيبقى قلبهم لين، قلبهم كده طيب واخلاقهم هينة، وبياخدوا بالهم قوي من كلامهم، وبياخدوا بالهم من المشاعر اللي حواليهم، بيسموهم الامباث او المتعاطفين. الناس دي بيبقى الكلام اللي بيخرج من بقها بحساب، بتراجعه 1000 مرة وبتفكر فيه 1000 مرة، ودايما بيبقوا حاسبين قوي الكلام ده لما يدخل في قلوب اللي قدامهم هيأثر عليهم ازاي. فاعرفي انك مهما اتعلمتي وعرفتي مهارات وقريتي كتب وبقى عندك طريقة يعني تاخدي بيها حقك وتحافظي بيها على حدودك، بس دايما هتعملي ده بحدود معينة. مش هتقدري تبقي شبه الناس اللي انت بتقارني نفسك بيهم دول، لان انت ليكي قلب مختلف، اللي ربنا بيقول عليهم سبحانه وتعالى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى مش بيتعامل زينا كده بالأسباب الدنيوية، مين عنده طريقة ومين عنده مهارة ومين بيتكلم أحسن من مين ومين بياخد حقه أسرع من مين. لا، ربنا له سبحانه وتعالى عنده بقى العلم اللي مش عند البشر، عنده علم القلوب، إن ربنا بينظر جوه قلوبنا فبيشوف مين اللي قلبه كويس، قلبه نضيف. والشخص اللي قلبه نضيف ده ربنا بيعوضه بطريقة ما بتجيش اصلا على بال بشر، ربنا بيبقى حاطه كده في حته معينه انه واخد باله منه على طول، غير البني ادمين التانيين اللي بيبقى عندهم كده فصاحه وطريقه في الكلام معينه، وساعات كتير طريقتهم دي بتخليهم ياخدوا اكتر من حقهم. انتي مش كده، فما تزعليش لان انتي قلبك مختلف.